بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المطربة الحفرية طريق أوسيم بجوار الدائري الحفرية تبع المطربة. الناصية بتاعتي تبع المطربة، تبع بشتيل وتبع اسم أوسيم. دخلت النهارده لقيت شايلين العداد من هنا وشايلين الخراطيم، خدوا السلك اللي جوه الخراطيم، حتى سحبوا السلك اللي كان في اللي موجود في الحيطان اللي في السقف، وقطعوا السلك بتاع الكابل من هنا. حتى هنا شالوا المفتاح اللي هو اللي كنا عاملينه هنا، كان السلك كله ماشي في الحته دي بالوضع ده كده. قطعوا السلك هنا اهو، قطعوا السلك وسرقوا العداد. وكل يوم والتاني مش عارفين نعمل معاهم مطرح الخراطيم والسلك اهو. كل يوم والتاني سرقه سرقه سرقه. ومش عارف انا المنطقه دي يعني ايه متشاله من الخريطه دي. احنا جنب الدائري ويعتبر جنب الجيزه، يعني في العاصمه، المهندسين والدنيا كلها حوالينا هنا. ادي السلك اتقطع اهو، شالوا الفردتين، قاطعين الفردتين. وواحد تاني جه راح رامي حجاره بالبندوزر وشدوا الكابل ده، كانوا عايزين ياخدوه باين. شالوا الكابل بتاع الدكاكين هنا، سرقوا الكابل دوت، سرقوا الكابل هنا، سارقين كذا حاجه. واد اسمه حسن عبد الستار كان بيجي هنا عامل بتاع خردة، كان جايب كل العيال اللي هم المسجلين والصيع واللي هم بيسرقوا الحاجات بالليل. كانوا بيجي، كان عامل هنا اوضه في الحته دي، والناحيه التانيه كان عامل محل. وكل حبه كانوا ينطوا جوه ويخبوا حاجات جوه. كنت اجي الاقي حاجات مخبينها، اقول لهم ما تحطوش حاجه هنا، هبلغ المباحث. لغايه اما المباحث ربنا رزقهم ان هم جم، بس ما اعرفش اتاخدوا ولا لا، ولا في حد منهم اتاخد. ساعه ما كان في قضيه قتيل عيل، خطفوه بتوك توك وقتلوه، وخدوا التوك توك بتاعه وقطعوه ورموه في ترعه. هل هم كانوا من ضمنهم؟ بس هم كانوا اي حد بتاع خرده بيقولوا، بس دول هم خافوا وراحوا مشوا. بس ما مشوش على المنطقه لان المحل ده تبعهم، يعني المحل ده تبع اخو عبد الستار ده. ومبهدلنا بقى كل يوم سرقه وكل يوم بهدله. المحلات بتاعتنا فيها ثلاجات من جوه. هنا كان في كشافات وحاجات، خدوا اللنط وخدوا سلك من هنا. متبهدلين ليل ونهار سرقه وليل ونهار حاجات، مش عارفين نعمل ايه. واحنا الدائري جنبينا اهو، يعني الدائري جنبينا، هم شغالين بتوع المجاري هنا. مش عارف الواحد يعمل ايه. ادي الدائري هناك اهو. كل يوم يجوا يروحوا سارقين حاجه، ياخدوا مفتاح. واحنا في الشارع الرئيسي الاسفلت اهو. وادي جنبينا راجل بتاع قهوه بوفيه اسمه حمدي، وميكانيكيه قدامنا. بس كله هنا الناس بقت وحشه، ما بقتش تخاف على حاجه الناس، ولا بقى عندهم ضمير، ولا بقى زي زمان. الناس الواحد اذا ما عنده مكان بيخلي باله منه اهو. سرقوا حاجات من جوه، كوفريه والعداد، وسرقوا النحاس والالمونيا ما اعرفش حاجات كده يعني. هنا كترة القتل وكتر المخدرات وكتر الناس اللي هي المسجلين في المنطقة ديت، ومش عارفين نعمل ايه. يعني احنا مش عارفين نعمل ايه في المنطقة اللي احنا قاعدين فيها دي. سرقات كل يوم، سرقات كل يوم، قتل كل يوم، عيال بتتخطف بتكاتك. والمنطقه يعني انا مش عارف، احنا مش ده احنا في يعتبر جنب المهندسين وجنب عرابي وجنب محطه القطر وجنب محطه المترو.
يعني لازم يكون في حل. انا بناشد رئيس المباحث ومفتش المباحث الجيزه ومدير الامن ووزاره الداخليه ان هم يغيثونا من اللي احنا فيه. احنا يوميا سرقات ويوميا اغتصابات ويوميا قتل، قواضي قتل هنا في المنطقه، يوميا كابل كهرباء يتسرق، واحنا عندنا 4 عدادات هنا. احنا ما عندناش ممارسه، احنا عندنا عدادات وكهرباء ودافعين فلوسها، دافعين المقايسات. احنا دافعين المقايسات من زمان وبقى لها حوالي 10 سنين 15 سنه الكهرباء عندي. فمش عارف انا ايه اللي بيحصل في المنطقه اللي احنا قاعدين فيها ديت. سرقات واغتصاب وناس هنا حراميه وناس مسجلين سرقات مش عارف اعمل ايه بصراحه. احنا بنستغيث، اغيثونا يا وزاره الداخليه، يا اللي قايمين على الامر في مصر، يا اللي قايمين على الامر في الجيزه في اوسيم، اغيثونا من اللي احنا فيه. حاجاتنا بتتسرق كل يوم. المحلات، العيال قفلوا المحلات بسبب ان كل حبه ثلاجه تتسرق، موتور يتسرق. مش عارفين نعمل ايه، يعني نسيبها ونمشي؟ طب هنروح فين؟ دي اقرب حاجه لينا اهي. مش عارفين نروح فين، احنا مش عارفين نروح فين. عيال مسجلين بتكاتك يجوا يروحوا داخلين هنا يسرقوا، وممكن ياخدوا لمار، ولا عارفين في رمضان ولا مش رمضان، ولا معاهم خبر مع اي حد، ما يعرفوش ربنا خالص. انا اسمي حسن سلطان، صاحب الناصيه اللي هي على في الحفريه، بقالي حوالي 18 سنه بنيها، وفيها كهرباء وفيها عدادات، وكل حبه الاقي حد. الخساره عندنا يعني لو حبينا نعمل محل اكل عيش ولا حاجه، عيالنا ياكلوا عيش ولا حاجه، ابص الاقيه اتكسر بالليل. طب احنا نقعد وجايبين كاميرات، المهم ان هم خدوا الكاميرا اللي جوه كمان. يعني كنا عاملين كاميرا جوه، سرقوا الكاميرا وسرقوا الهاردي وسرقوا الحاجه. وصلت لمرحله ان هم دلوقتي ما بقوش يهمهم اي حاجه، وبقت السرقات علني، وفي ناس هنا هي اللي بتأمن لهم في المنطقه هنا مع الاسف. والمباحث عارفاهم، الامناء عارفين ان الناس اللي انا قلت اسامي على فكره، يعني لان ما بخافش من حد. طب نحمي حاجتنا بايدينا، اذا انتوا مش عايزين تحمونا نحمي حاجتنا بايدينا، بس هتاخدونا ولا هتسيبونا؟ فيا جماعه بالله عليكم انقذونا من اللي احنا فيه دوت. احنا بنستغيث، في سرقات بتحصل واغتصاب وعيال بتكاتك واوضاع لا ترضي ربنا ولا ترضي البشر حتى. كل فتره سرقوا المواسير بتاعت الميه، ساعات يسرقوا مواسير الميه، يسرقوا مش عارف ايه، يعني محبس ميه يركبوا، عداد ميه يسرقوه، مش معاهم ما فيش حد بيقول فيه ايه. واحنا عاملينها زرع ومحوطينها عشان النظافه. انا كنت ممكن اسيبها من ورا كده ومتدهوله، بس قلت حرام، الناس هترمي زباله وهتبقى فيها، وانا كل يوم باجي اولع وانضف حوالين الارض هنا. مع الاسف يا ريت تغيثونا وحد مسؤول. انا عملت محضر امبارح عشان المباحث تتحرك او الامناء، قال هنروح نشوف الوضع ايه وهنشوف لك المشكله ديت ومش عارف ايه، وادوني رقم المحضر ومشوني. دي القهوه اللي جنبينا بوفيه، طبعا الناس اللي فتره كلهم قاعدين فيه، وجنبينا بيت هناك اهو. يعني احنا على الشارع العمومي الرئيسي. طيب اروح فين؟ ده لو من جوه ماشي، المشكله ان احنا على الشارع الرئيسي نفسه. يلا السلام عليكم. معاكم حسن سلطان من الحفريه والمطربه، وانا مدرب كاراتيه ولسه راجع من بره، ويعني مش عارف اعمل ايه، وعيالي هنا بيخلوا طبعا ننزل بالليل وبالنهار. يا جماعه انا بستغيث. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.